مناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد في المغرب والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي أهم ما ركز عليه اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. خلال الاجتماع تم تقديم عرض حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تحدثت عن إحداث لجنة تقنية ستجتمع في شهر شتنبر المقبل. أهم نقولوا مخرجات اليوم هو أن غتتم واحد اللجنة تقنية اللي غتجتمع ابتداء من شهر شتنبر، اللي غيكون كذلك مرة أخرى تقاسم المعلومات اللي كتوفر عليها الصناديق، معلومات تقنية باش يكون نقولوا تشخيص موحد لوضعيات ديال هاد الصناديق ويكون ارتياح فيما يخص هذه المعلومات. هذا شيء مهم جدا، واتفقنا أن تكون نقولوا لاستماع لاقتراحات سيناريوهات من جميع الأطراف. الجميع متفق على أنه يجب إعادة النظر في صناديق التقاعد وإعادة النظر أيضا في نظام التقاعد. الحكومة قررت إحداث لجنة ستعمل مع الحكومة ومع النقابات وأرباب العمل لإيجاد حل سيسمح لنا بتجاوز هذا المشكل بطريقة ذكية وبشكل متعاون. خلال اللقاء تم التركيز على ضرورة إصلاح ملف التقاعد مع مراعاة المكتسبات وحقوق الطبقة الشغيلة، بالإضافة إلى إعادة النظر في المعاشات الحالية للمتقاعدين. ضرورة الإصلاح مع مراعاة المكتسبات والحقوق ديال كل الطبقة الشغيلة المغربية، وسنسير في هذا الاتجاه في إطار العمل ديال اللجنة التقنية التي ستبدأ شغلها في سبتمبر القادم نحو الوصول إلى توافقات. كما أن أيضا الاتحاد العام طرح المشكل ديال المتقاعدين الحاليين واللي الدخل ديالهم لا يتلائم مع الحاجيات الضرورية ومع غلاء الأسعار ومع غلاء المعيشة، بالتالي طرحنا على الحكومة ضرورة إعادة النظر في معاشات المتقاعدين. الحكومة أكدت أنها تحظوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة، وتشكل اختياراً استراتيجياً للحكومة، وتأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحافظ على تنافسية المقاولات وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها.